هو أنت بتقيّم شغل الناس والّا بتقيّم مشاعرك تجاههم؟ في فرق كبير، بس مش دايمًا بنعترف بيه. كلنا بنتعرّض لموقف زي ده، قدّامنا موظف مجتهد بس شخصيته مش مريحة، لكن واحد تاني قريب منّي وممكن يكون مستواه عادي، بس لمّا تيجي لحظة التقييم، هل بنكون موضوعيين فعلًا والّا في حاجة صغيّرة جوّه القرار؟ يعني واحد اختلف معاك في اجتماع مرّة، واحد شخصيته هادية بس مش ملفتة، واحد مش من دايرتك. لمّا تيجي تكتب التقييم تقول هو كويس بس محتاج شوية تطوير، مش جاهز للخطوة الجاية. السؤال هل هو كده فعلًا والّا دي مشاعر مغلفة بعبارات احترافية؟ في آية في القرآن الكريم بتقول: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى." يعني حتى لو بينك وبين الشخص ده خلاف أو مشاعر سلبية، العدل ما ينفعش يتأثّر. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم مش دايما قرار كبير، أوقات بيبقى تقييم ناقص. على فكرة، التقييم مش مجرد ورقة، التقييم مستقبل، ترقية، زيادة، فرصة كويسة لحد بتضيع منه. كلمة منك ممكن تفتح الباب أو تقفله. قبل ما تكتب تقييم لشخص اسأل نفسك: لو أنا الشخص ده مش صاحبي مش معرفتي كنت هديله نفس الدرجة؟ طب لو الشخص ده أنا ما بحبوش كنت هكون قاسي معاه في التقييم؟ راجع نفسك قبل ما تراجع غيرك. العدل مش مجاملة والإنصاف مش شعور. أنا محمد أبو حميد، الوعي مش بيزنس، الوعي مسؤولية.